أسباب كتير بتفرق الناس في الحياة، مع إننا ماشيين في نفس الاتجاه. حبة مناظر وإحنا أضعف من الورق، وكل واحد فينا نفسه مقوياه. أسباب كتير بتفرق الناس في الحياة، مع إننا ماشيين في نفس الاتجاه. حبة مناظر وإحنا أضعف من الورق، وكل واحد فينا نفسه مقوياه. لو عالشمال وسواس، على اليمين النجاة. ربك ساترها عالناس، عادل ونعم بالله. ده العمر خط متقاس، محسوب على اللي عداه. لو عالشمال وسواس، على اليمين النجاة. ربك ساترها عالناس، عادل ونعم بالله. ده العمر خط متقاس، محسوب على اللي عداه. مش أي حد في الامتحان عدى وفلت، قليلين اللي ما وقعوش في الغلط. في ناس جبانة معاها وبرضه تنام جعانة، وناس تنام شبعانة لو واكلة الزلط. مش أي حد في الامتحان عدى وفلت، قليلين اللي ما وقعوش في الغلط. في ناس جبانة معاها وبرضه تنام جعانة، وناس تنام شبعانة لو واكلة الزلط. لو عالشمال وسواس، على اليمين النجاة. ربك ساترها عالناس، عادل ونعم بالله. ده العمر خط متقاس، محسوب على اللي عداه. لو عالشمال وسواس، على اليمين النجاة. ربك ساترها عالناس، عادل ونعم بالله. ده العمر خط متقاس، محسوب على اللي عداه. أسباب كتير بتفرق الناس في الحياة، مع إننا ماشيين في نفس الاتجاه. حبة مناظر وإحنا أضعف من الورق، وكل واحد فينا نفسه مقوياه. الو، عاش من سمع صوتك. كنت فين المدة دي كلها؟ مالكش دعوه انا كنت فين ولا هبقى فين. معلش يا باشا، ده انت طول عمرك اللي بتسأل واحنا اللي بنجاوبه. نفسي مرة واحدة انا اللي اسألك. ماشي يا سيدي، وانا هجاوبك. كنت بتجوز، ها ارتحت؟ الف مبروك يا عريس. طيب كنت تعزمنا على الفرح، اقل حنشرفوك ونقوموا معاك بالواجب. معلش حقك عليا، كانت حفله على الضيق كده اسريه. ماشي يا عريس،
حديك 10 ايام اجازه وبعديها حتفضلي. ربنا يحيينا ويحييك ان شاء الله. مع السلامه يا دياب. حاجه تقرف. صباح الخير. صباح الفل يا حبيبتي. مين دياب؟ اسالي ليه؟ اسمه غريب يعني. واحد من العملاء بتوعي، بس بعد عنك زنان ما وردش. بالحق بقول لك ايه، في ناس جايه تعاين الفيلا النهارده عشان هيركبوا كاميرات. ايه الحكايه يا حسين؟ مقفل البيبان والشبابيك بالحديد ودلوقتي جايب لي كاميرات، في ايه؟ محدش بقى ضامن حد يا مان. اليومين دول الناس بقت وحشه، الشر مفيش اكتر منه، وانا ما بقتش اعمل لحد. دمباه. ايوه يا نسا ديدي، ازيك؟ اخبارك ايه؟ وازاي مستر البير؟ عايزك تطمنيه من فضلك. ما أنا عرفت، بس كان بدي بس أتشكرك على مجهودك المتميز. شكر على واجب، ربنا يخليكي. ألف مبروك على الجواز. الله يبارك فيكي. الحمد لله الحمد لله. مع إني مستخسرتك كتير بالجواز. محدش بياخد أكتر من نصيبه يا نسا ديدي، الحمد لله الحمد لله. سوري حسام، أنا مضطرة أسكر هلا، برجع بحكيك بعدين، أوكي؟ يا ريت يا ريت يا ريت. مع السلامة، مع ألف سلامة. أوكي باي. أهلا يا دياب، كيفك؟ ازيك يا ديدي؟ اسمعي يا ديدي، عاوزكم تبعتوا لي 1000 حته، والسعر حنتفقوا عليه بعد التسليم. كمان يا دياب بدك تدفع بعد التسليم؟ ايوه انا قصدي كده عشان اعرف غلاوتي عنديكم. دياب أنت بتعرف إنه غالي عنا، بس ما بدك تواخذنا بهالفترة، علينا ضغط كتير وما رح نقدر نعطيك الكمية كلها بالموعد المحدد، بس أنا بوعدك أول ما يتوفروا عندي رح اتصل فيك. في ايه يا ديدي؟ انتوا صغيرين مش عارفين تلموا لي 1000 حته؟ بالعكس نحن كبار بالسوق، وطلبك أنت نقطة ببحر الطلبات اللي عنا إياها هلأ، والأولوية أكيد بتروح للناس اللي طالبين كميات أكبر. ايه يا ديدي؟ يعني أنا قليل؟ دياب حبيبي ما تفهمني غلط، أنا بس عم قلك إنه مزنوقين شوي لأنه الطلبات بالسوق كتير علينا، بس أول ما يصيروا عندي وحياتك لعيونك. سلام سلام يا ديدي، سلام. يا ولد الكلب. خير يا دياب؟ موردين اللي برا مش هيجيبوا لي البضاعة، عاوزين يعطلوا شغلي. أها جت من عند ربنا، وبكفاياك الطريق الواعر ده عاد. أبطل بمزاجي مش غصب عني، بس الغريبة إنه دي أول مرة بتكلمني كده. مالك يا حبيبي؟ زهقت يا وفاء، زهقت. ليل ونهار قاعد في البيت، لا شغله ولا مشغله. اهدى بس يا هاني، هدي اعصابك شويه. تصوري الاستاذ ايهاب جارنا بيتحاشى يصبح عليا من ساعه ما خرجت على المعاش. مش ممكن يا هاني، اكيد ما خدش باله منك. ما كان بياخد باله قبل كده وبيستناني على باب الفيلا عشان اخلص له مصالحه. حتى يا حبيبي لو هو مش كويس ملناش دعوه بيه. الظاهر الناس هي اللي نسيتني، انا تليفوني بقالي اسبوع ما بيرنش بعد ما كان ما بيبطلش رن ليل ونهار. امرك عجيب يا هاني، مش ده التليفون اللي انت كنت زهقان منه وعامل لك دوشه؟ ودلوقتي زهقت اكتر لما بطل رن، حسيت ان انا فعلا كبرت، بقيت راجل عجوز. لا يا حبيبي، ده عشان انت ما بتشغلش نفسك بحاجه. انت الحمد لله ربنا اداك الصحه، يعني ممكن تشتغل، ساعتها بقى هتخرج وتقابل ناس وتشوف اماكن جديده. عايزين اعمل ايه يعني؟ اخد اسم على الناصيه اشغله لحسابي؟ لا 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 يا هاني، مش للدرجات دي يا حبيبي، انا قصدي يعني تفتح مكتب محاماه، شركه امن مثلا. محاماه ايه وامن ايه؟ انت عايزيني ابدا من جديد؟ انت نسيت ان انا خلاص بقيت راجل على المعاش. لا يا حبيبي، انت ربنا مديك الصحه والحمد لله، يعني ممكن تشتغل، ساعتها بقى هتخرج وتشوف ناس جديده واماكن كتيره. واضح كده انك زهقتي من قعدتي في البيت. لا يا حبيبي اوعى تقولي كده، دي احلى لحظات حياتي يا حبيبي وانت قاعد جنبي. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي وما يحرمنيش منك ابدا. سوري يا هاني، انا ورايا النهارده حاجات كتير قوي في البيت، عن اذنك يا روحي. برضه
ألف مبروك يا سيادة النايب. انت بتتكلم جد يا كامل؟ نجحت وباكتساح كمان. أنا طول عمري أقول إن أنت وش السعد علي. طب كويس إنك عارف. يا سلام يا سلام يا أولاد، أنا نجحت. يعني أنا دلوقتي بقيت سيادة النايب طاهر المصطهي، وبقى معايا حصانة. انت فكرك يا شلبي اني شغلتك في المكان المحترم ده عشان خاطر سواد عيونك؟ انا شغلتك بس عشان خاطر اختي منيرة حبيبتي، ربنا يخلينا لبعض. جت وقفت مكانك هنا، فضلت تسحى وتنحى بدموعها وتتحايل عليا عشان تشغلك. اكتشفت مش عشان تشغلك، لا، اكتشفت عايزة تخلص منك ومن ريحتك المعفنة بتاع المجاري. ليه كده بس يا منير؟ الله. اسمع يا ابني، انت اي شكوى هتيجي من الزباين تاني بسببك هخرجك من المحل ده قفاك يا قمر طست. كده برضه يا منير، اخص عليك يا منو، ده انا اجيب لك معايا حته دين خبر بسبوسه يا معلم، هديه. كذاب، اللي زيك ما يجيش من وراه اي اخبار حلوه. ايمان مرات اخوك معتز الله يرحمه تتت مالها؟ اتجوزت واحد مليونير. مليونير؟ بجد يا شلبي؟ اقعد يا شلبي، اقعد. مش في الدرجات، رفت رجلك. انت بتتكلم جد؟ بتكلم بجد طبعا، الحاجات دي فيها هزار يا منير. لا، انا لازم اروح انقذ بنت اخويا معتز، لا يمكن اسمح لها تعيش مع جوز الله ينور عليك يا منير، اهو ده الكلام بصح. روح لهم بقى يا معلم واملي عليهم شروطك عشان خاطر ترضى تسيب لهم البيت. اسيب مين؟ اسيب البيت؟ انا لازم انقذ البيت، دي اخر حاجه من ريحه اخويا الله يرحمه معتز. نورتوني يا عرايس. ده نورك يا طنط، ميرسي. قولي لي بقى، امورتك البنوته الحلوه ما جاتش معاكي ليه؟ وديناها عند ماما قبل ما نيجي علشان نقعد معاكي على رواقه. لا مالكيش حق يا ايمان، دي بنت لذيذه قوي، ده انا بموت فيها. والله ربنا يعلم هي بتحب حضرتك قد ايه. ربنا يخليها لك ويحفظها لك يا رب. اقوم بقى اجيب لكم الجاتوه والشاي عشان انا محضره كل حاجه. لا من فضلك اسمحي لي انا اللي اروح اعمل. لا ما يصحش يا ماما، ايمان ما بقتش غريبه، بقت واحده مننا. اكيد يا حبيبي، والله ربنا عالم غلاوتها عندي قد ايه. يبقى خلاص بقى اسمحي لي اروح المطبخ. خلاص يا حبيبتي براحتك. مالك يا حسام، سرحان في ايه يا حبيبي؟ يا فندم اهو، معلش يا ماما سامحيني، ضغط الشغل مخليني دماغي مش فيا، واليومين الجايين دول عندي عمليتين مستقبلي كله متوقف عليهم. ادعي لي ربنا يكرمني. ربنا يكرمك يا حبيبي ويوفقك وينوي لك كل اللي في بالك. ما تخافش يا حسام، انت بتعرف ربنا وبتتقي الله في كل اللي بتعمله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تخافش من حاجه خالص. سلام يا منصور. ألف مبروك يا طاهر، ألف مبروك. يعني بكده بيقولنا ظهر ان تسدوا عليه. كله من خيرك يا سيدياب. يعني انت كده يا طاهر بقيت نايب في المجلس زي عمي صادق بيه؟ يعني يا ست حكمت حاجه زي كده. تستاهل كل خير يا طاهر. الله يبارك فيك يا ست حكمت، بس انتوا لازم تعرفوا انني مهما كبرت لا ممكن اكبر عليكم ابدا، ده انتوا الخير والبركه، والعين ما تعلاش على الحاجب. فيك الخير يا طاهر. وحدان، مالك مساهم كده ليه؟ ابدا يا سيدي، بس بلغني من ناسنا في الصعيد ان في حد بيبيع سلاح، وفي عائلات كتير بتشتري منيه باسعار اقل من اسعارنا بكتير. هو مين ده؟ ايه هو في حد يستجري يبيع حته سلاح واحده في المنطقه من غير اذنني؟ مين المأسوف على عمره ده؟ دول اتنين يا طاهر، اتنين، واحد اسمه البوب والتاني اسمه لعله. البوب ولعله؟ دول رجاله حسام. رجاله حسام؟ يبقى ودي الهلال بيلعب من ورانا. ما هو جايز هم اللي ولاد حرام وبيلعبوا من وراه يا سيديان.
هما مين دول اللي بيلعبوا من وراه؟ هو اللي بيلعب من وراكم وبيستغفلكم ومسرح رجالته بالبضاعة. قلت لك قبل سابق اقتله، رحت حطيت يدك بيده وكبرته لغاية ما بيجي ينهش فيك. اهو كل يوم عن يوم بيكبر لحد ما هيجي اليوم اللي مش هتقدر عليه. ألف مبروك يا إيمان، والله العظيم فرحت لك من كل قلبي، المحل ملوش طعم من غيرك. الله يبارك فيكي يا حبيبتي وعقبال ولادك. يلا احكي لي بقى يا عروسة، حسام عامل معاكي إيه؟ حسام يجنن، بيعاملني انا ومالك احسن معامله، انت مش فاهمه حنين ازاي. طب وإيه رأيه في نزولك للكوافير؟ عادي مفيش اي حاجه، ما جابليش سيره اصلا. سالني انت امتى نازله المحل، قلت له نازله النهارده. شوفي حنين عليكي إزاي، مش عايز يحرمك من الحاجة اللي بتحبيها. الحمد لله يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت ازاي يا مرات المرحوم اخويا تروحي تتجوزي من ورانا؟ أنت اتجننت؟ أنت توطي صوتك وأنت بتتكلم معايا. جرى إيه يا منير؟ أنت داخل بزعبيبك يا أخويا بدل ما تقول لها مبروك. ايوه يا اختي، اعملوهم عليا، ما انا عارفكم انتوا الجوز الرصين في طاقيه. احترم نفسك يا منير. انا برضه لا احترم نفسي؟ والله يا عيال يعملوها ويخيلوا. وهي كانت عملت لك إيه يا أخويا عشان تتهجم عليها كده؟ راحت اتجوزت من ورانا وراحت جابت جوز لبنت اخويا معتز الله يرحمه. انا ما اسمحلكش انك تتكلم معايا بالاسلوب ده، واحب اعرفك ان الراجل اللي انا متجوزاه راجل محترم وجوزي على سنه الله ورسوله، ودي حياتي وانا حره فيها وانت مالكش اي دعوه بيها. اتفضل اطلع بره. انت بتطرديني عشان بتكلم في مصلحه بنتك؟ طب ايه رايك بقى؟ انا مش موافق ان بنت اخويا الله يرحمه تعيش مع راجل غريب، وهرفع عليك يا قضيه ضم حضانه البنت لينا، وهحرمك منها، وبكره تشوفي وريني بقى ازاي هتشفطي بطنك وتعدي. اعلى ما في خيلك اركبه يا منير. انا خيال قوي وبركب خيل حلو قوي، وبكره تشوفي. سلام. غور بركتك الغم، غملت ضيعت علينا فرحتنا. عاجبك اللي هو عمله فيا ده؟ معلش يا منى امسحيها فيا، ما انت عارفه منير اخويا يطلع وينزل على ما فيش. هو ليه مش عايز يسيبنا في حالنا؟ هو ممكن ياخد بالك مني بجد؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش، بنتك في حضنك، محدش يقدر ياخدها منك. ايه يا بنتي؟ ايه يا بنتي خيلتيني؟ في ايه؟ بصراحه يا ماما عايزه اتكلم معاكي في حاجه. طب ما تقعدي اتكلمي. انا جالي عريس. عريس؟ ايه يا ماما اتخضيتي كده ليه؟ انا لسه في عز شبابي ومن حقي انا اتجوز. ايوه طبعا يا بنتي من حقك، بس لازم تفكري في ابنك. مش يمكن يا شاهين ترجعي لساهر طليقك. ساهر ده صفحه وانتهت من حياتي يا ماما خالص، وارجوكي ما تجيبيليش سيرته تاني. ومين بقى العريس اللي متقدم لك ده؟ يعني حد اعرفه؟ متهيألي يعني ان حضرتك شفتيه مره او مرتين قبل كده. ما انا شفت ناس كتير مره مرتين، مين فيهم يعني؟ طاهر المصطهي. مصطهي ده ايه؟ مصطهي. يا نهار اسود، المصطهي الواد المخبر اللي كان بيشتغل مع اخوك حسام؟ يا بنت ده لا شهاده ولا علام ولا اي حاجه، انت اتجننتي. ده كان زمان يا ماما، دلوقتي طاهر اتغير خالص وحضرتك شفتيه بنفسك. يعني ايه؟ ايه اللي اتغير فيه؟ استحمى، نضف، لبس بدله؟ الفلوس ما بتغيرش بني ادم يا شاهين. بس للاسف في زماننا ده بتقويه وبتعمل له سعر، وهو بقى نائب في البرلمان وبقى ليه نفوذ ومكانه في المجتمع. يا دي النايبه، النايب ايه؟ ده ايه النايبه السوداء اللي انا فيها دي؟ انت بتتكلمي جد؟ ايوه يا ماما، انا محتاجه ظهر وسند انا وابني في الفتره دي من طليقي ساهر، وطاهر هو اللي وقف جنبي ورجع لي ابني اللي اتخطف، ولولاه كان زمان قلبي محروق على ابني لحد دلوقتي، ده حتى اخواتي ما عملوهاش. يا دي المصيبه، كلامك محسسني انك انت خلاص مقتنعه بيه وبتفكري فيه فعلا وهتوافقي عليه. ايوه يا ماما انا موافقه. يعني انت يا شاهين عاوزه تقنعيني انك اقتنعتي بيه خلاص ولحقتي تحبيه؟ احبه ايه يا ماما؟ المهم هو يحبني، ما انا حبيت قبل كده وطلعت غلطانه. تعالي بقى اعكسها المره دي، يمكن اطلع انا اللي صح. الصح صح والغلط غلط. انت داخله على جوره نار وهي اللي بكره هتحرقك، واوعي تتصوري ان انا ممكن في يوم من الايام اوافق على واد زي ده. فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ بلاش اعرف. الف سلامه عليك يا بيبي. انت السبب في اللي انا فيه ده. انا؟ ليه يا حبيبي؟ وكنت انا اللي قلت للجيران يرنوك علقه؟ لولا
بلاش تساعة عليا. فكرة اللودر دي فكرتك، وانت قلتي لي عليها قبل كده وانا رفضتها، صح؟ صح، فكرتي لكن لما انت قلت لا خلاص يبقى لا. وبعديها بشهر اتنفذت بحذافيرها. ايه؟ مكشوف عنك الحجاب؟ لا يا سيدي، مش مكشوف عني الحجاب، بس انا ما برجعش في كلمتي، وكمان مش هتنازل عن احلامي. اوكي يا بيبي؟ يبقى انت اللي عملتي كده؟ ايوه انا يا بيبي، بس انت بقى ما تقلقش خالص، لان انت بعيد خالص عن الموضوع ده، واللي يقدر يثبت عليك حاجه يبقى يقدمها. ازاي؟ وانا في بيني وبين الجيران كلهم محاضر قد كده في الاسم، يعني هيتهموني. اتهام باطل، واكيد كل المحاضر دي في النهايه هتتأيد ضد مجهول، وساعتها بقى هنكون كسبنا ان السكان كلهم مش هينفع يقعدوا في العماره، ولا هيلبدوا في العماره وهي قايله للسقوط. ولو نشفوا دماغهم بقى وقالوا عايزين ينكسوها. ينكسوا ايه يا حبيبي؟ العماره خلاص ما ينفعش فيها تنكيس، اللي اتخبط فيها اهم عمود في العماره. كمان؟ طبعا يا بيبي، ده انا لولا، وفي كل حاجه بطلع الاولى. منك لله يا لولا. يعني خرجت من الفانوس وظهرت في عز النهار وخاطرت بنفسك، ايه؟ مش خايف؟ الضرورة ليها أحكام، قصد الخيانة ليها أحكام. يا ساتر يا رب. خيانة؟ خيانة مين لمين بالظبط؟ اسمع، ما تلوقش معايا، أنا عرفت كل حاجة. وحش وحش يا دياب، قصدي يا مستر ديابو. بالرغم من الكره اللي في قلوبنا لبعض كده لله في لله، الا اني لسه عند وعدي، لاني ما اتعودتش اخلف اتفاقاتي حتى مع الناس اللي ما بقبلهمش يا اخي. والدليل على كده ان سرك لسه في بير، والا كنت سلمتك للحكومه. وشغلك مع البير والبضاعه اللي بتدخلها لحسابه دي بتسميها ايه؟ ما بتسميهاش خيانه؟ بزنس بزنس يا دياب، بزنس از بزنس. زي ما انت كنت بتقصدني في سلاح بدخله لك وباخد نسبه، هو كمان بيقصدني فبدخله له وباخد نسبتي فيها. ايه دي؟ انت بتشتغل لحسابه ولا لحسابي؟ ايه ده اللي انطقلك عرق؟ انا لا بشتغل لا لحسابك ولا لحسابه، انا بشتغل لحساب نفسي وانت عارف كده كويس. انت بكده بتقسم السوق بيناتنا وهتعصي الموردين علينا. والله كل شيخ وليه طريقه، وانت واضح ان انت قدمت لمؤاخذه. طريقتك بقت قرد فشل، ما بقتش تيجي على هوا الموردين والناس اللي بتشتغل. خلاص خسرت زباينك. نصيحتي ليك بقى تقعد مع رجالتك كده وتراجعهم وتشوف اخطائك فين وتصلحها. انت اللي هتقول لي انا هعمل ايه؟ انا ما بقولكش، انا بنصحك، انا بنصحك نصيحه لوجه الله. عايزني ادخلك سلاح؟ ادخلك سلاح طالما هاخد نسبتي تالت ومتلت. انما بقى تحتكرني وشغل النصب ده ما ياكلش معايا. بعد ما مديت لك يدي وكبرت بتعض اليد اللي اتمدت لك. واللي خلق الخلق هقلب عليك شياطين الانس والجن والد الهلالي. طب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتحرق شياطين الانس على الجن، ولو كترت في الكلام هحرقك فوق البيع. انت بتهددني؟ حاشا لله، انا لتاني مره بنصحك، ويا ريت تحط الكلمتين دول حالها في ودنك وما تتهورش، عشان شغلتنا دي اللي بيتهور فيها بيتعور، وانت مش حمل تعويره. وانا صبري ابتدى ينفد، ابتدى ايه؟ ينفد، وهقلب عليك القديم قبل الجديد. انا اللي هقلب عليك القديم والجديد. اسمع يا ود الهلالي، الواضح انه طريقنا بقى مختلف، ومن النهارده خد بالك وانت ماشي. خير ان شاء الله. محدش ضامن عمره، الاعمار بيد الله يا ولد البطاش. وبعدها لك تاني، لو قربت مني هحرقك. حلو؟ عجبتك؟ وديني وما اعبد، هحرقك يا دياب. يلا يا شباب.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خير يا دياب، فيه ايه حصل؟ ودي الهلالي طلع هو اللي محرك رجالته ومشغلهم لحسابه، وطلع متفق مع البير من ورانا وعاملين رباطيه علينا ومنومنا على وداننا. قلت لك ودي الهلالي ده حية وسمها فاير ومش هيهدى غير لما تتقطع راسها. واللي خلق الخلق نقطع راسه. وهدان قوموا يا سيدي. اتصل بطاهر. طاهر كامل خوه قال لي انه مشغول وبيحضر لجوازه. جوازه يا ولاد الكلب. الو الو تاخد عريان وتروح للمعلم بارود، تسلمه البضاعه بتاعته وتاخد منه شيك بالمبلغ، تخليه يظهره العريان وبكره الصبح يروح يصرف المبلغ ويحطه في البنك. صح وفتح عينيك. ها يلا خد بالك من نفسك. سلام. ايمان يا رجالي مش عاوز ود الهلال يطلع مني يا حي. فاهمين ولا لا؟ ايوه سلام. ولدي منصور فين؟ منصور فين يا دياب؟ اهدي يا حكمة. ولدي فين يا دياب؟ عايزة ولدي منصور. منصور ربنا يعوض علينا من اللي في بطنك. لا منصور ما يتعوضش. انت اللي قتلته. انت السبب. انت السبب يا منصور. انت فين يا ولدي يا منصور؟ وديت ابني فين؟ دفنته يا حكمة. دفنته هنا في الجنينة عشان يكون قريب مني، ولما تتوحشي اطل عليه. كلك قلب تدفنه لحاله. كلك قلب تدفنه لحاله يا دياب. خدني معاك، ادفني معايا يا دياب. عايزة ابلع عيني مني، عايزة اشم ريحته، عايزة ولد يا دياب. يا منصور يا منصور. اهدي يا حكمة. يا منصور. اهدي يا حكمة. منصور. اهدي يا حكمة. اهدي. منصور فين؟ منصور فين يا دياب؟ منصور فين؟ اهدي. يا منصور. يا منصور يا ولدي. يا منصور. بقى في حياتك. يا منصور. أنا دفنت جدة همام علشان محدش يشم خبر. منصور يا منصور. وهدان عاوز رجال يحرسوا البيت. عايزة ولد يا دياب. عايزة ولد يا دياب.
تصور رفض ان انا اتعامل معاك وفض الشراكه بينا. ما قلت لك انه هذا واحد مجنون. واضح انه عايز ياكل التورته كلها لوحده. اطمن من هالناحيه، ما راح ياكل ولا فتفوتي من هون ورايح، وانت اللي راح تحل محله. افهم من كده يا مستر البير ان انا اللي هاكل التورته كلها؟ طبعا، بس بعد ما تعطينا حقنا بالتمام والكمال. تمام يا مستر البير، بس انت بقى ابعت لنا كام عمليه كده نحل بقنا. حتى اليومين دول الطلب زياده في السوق. لحظه واحده يا ماما. بظرف ايام رح ببعت لك شحنه بنفس مواصفات الشحنه الاولانيه. سلام. مع السلامه. ايه يا ماما؟ معلش يا حبيبتي كان معايا تليفون تاني. ايه مالك في ايه؟ طب اهدي بس انا مش فاهم حاجه، انا عندي ميعاد غدا هغير هدومي واجي لك على طول. مع السلامه. خير يا رب. أنا عايز أقول لك إني خدت 50 فدان في وادي النطرون وضع يد، وعينت عليهم حارس كمان. الله ينور يا سيادة النايب، هو ده الشغل. بس هتعمل بالأرض دي إيه؟ لا، مش الأرض دي لوحدها. أنا حاطط عيني على كام حتة أرض كده، بس لسه ما حطيتش إيدي عليهم. بس إن شاء الله قريب قوي هيبقوا من نصيبي. الأراضي دي هستصلحها وازرعها فاكهه وابيعها لبلاد بره. بلاد بره؟ وانت ايه اللي هيخليك تعمل كده؟ اول هام ده مشروع يكسب ملايين. ملايين؟ امال انت فاكر ايه يا ابو مخ زينخ انت؟ طب وتاني هام؟ تاني هام الموضوع كده شكله هيكبر بين حسام ودياب، محدش عارف هيوصل لحد فين، وعشان كده قلت أأمن نفسي وأعمل كيان لوحدي. ما قلتوليش بقى أعمل إيه على الغدا؟ النهارده دوري في المطبخ. انا نفسي في فتة بالخل والثوم، بس تكون باللحمه الضاني. الله، انا نفسي فيها موت. ريهام يا حبيبتي ما تنسيش ان مامي بتحب السلطه البلدي. ودي تيجي يا مامي، انا طبعا عارفه طلبك، وهعمل لك كمان سلطه الزبادي. بس انا مش بحب اللحمه الضاني، ولا انا ماليش راي في البيت ده. انا اول مره اعرف انك ما بتحبش اللحمه الضاني. انت لو كنت سالتني زي يوم كان زمانك عرفت. أمر يا حبيبي، تحب تاكل ايه على الغدا وريهام تجهزهولك؟ انا هتغدى بره عشان عندي شغل. هو ماله زعل قوي كده ليه؟ مالكيش حق يا ريهام، كان لازم تساليه هو الاول. اسمعي يا حبيبتي، محمد دلوقتي عايش معانا في بيت واحد، يعني من حقه علينا نعرف بيحب ايه وما بيحبش ايه. هو انا بس عارفه حاجه يا مامي، محمد يا غايب طول النهار بره يا اما قاعد معايا ساكت ما بيتكلمش. يا ريهام يا بنتي لازم تعذريه، شغل الداخليه بيخلي الواحد روحه في مناخيره. خير يا ماما، في ايه يا لاتيني؟ شاهين ده يا حسام. شاهين ده مالها؟ في ايه؟ عاوزة تتجوز. يا ماما يعني انت جايباني من اخر الدنيا وقلقاني عشان تقولي شاهين ده عايزه تتجوز؟ طب ما تتجوز، ما هو شرع ربنا يا ماما. مش عاوزة تتجوز أي حد يا حسام. يعني ايه مش عايزه تتجوز اي حد يا ماما؟ قولي، انا مش فاهم حاجه. عاوزة تتجوز الراجل اللي اسمه طاهر المصطفى ده. شاهين ده اختي عايزه تتجوز طاهر المصطفى. أنا من فترة بحاول أقنعها الكلام ده ما ينفعش. فترة بتقنعي فيها؟ الكلام ده داير بقاله قد إيه؟ بقاله في شوية كده، بس أنا ما حاولتش أقول لك عشان ما أضغطش عليك، لكن بعد كده قلت لازم أقول لك. حسام أنت رايح فين؟ أنت إزاي يا ربوع صايع أنت تتجنن وتتهبل في دماغك وتفتح أخت شاهين ده في الجواز؟ ودي فيها إيه يا حسام بيه؟ إيه؟ أنا طالب أتجوزها وده شرع ربنا، وأظن إنني ما عملتش حاجة غلط. ولا انت اهبل ولا بتستهبل؟ انت مجنون؟ اجوز اختي انا العيل صغير وتاجر سلاح؟ ما الحال من بعضه يا حسام بيه، واظن ان اللي بيته من ازاز ما يزقلش الناس بالطوب، ولا تكونش انت بتتاجر في الكتالوج وانا مش واخد بالي. انا حتى لو بتاجر في الزباله، انا اتولدت باشا وهعيش باشا وهموت باشا. انت اتولدت صايع وهتعيش صايع وهتموت صايع. اتولدت صايع ماشي، عشت صايع يمكن، انما هموت صايع اشك. عارف ليه؟ لأن اللي قدامك ده مش طاهر المصطفى بتاع زمان، أنا بقيت واحد تاني. وعلى العموم يا حسام بيه، مهما غلطت فيي أنا مش هزعل منك، لأنك جبلة وجلدك تخين ومنحس خنزير، ما عندكش دم ولا لا يا باشا، أنا ما بزعلش منك لأني بحبك وخايف على مصلحتك، وعشان كده أنا بحذرك. خد
خد بالك من دياب لانه ناوي يقتلك. هقتله وربنا المعبود لا هقتله المره دي. دياب ابنه مات وتهمك انت في قتله، خد بالك منه لانه دلوقتي بقى عامل زي الطور الهايج. على نفسه يالا، طور هايج على نفسه يالا وعلى اللي بيخافوا منه. انما انت وهو معايا كده ديتك رصاصه بسبب عنيفه انتوا الجوز، سامع ولا لا؟ الحقني يا لعلي، الحقني يا اخويا، الحقني. جرى ايه يا بنت يا زوزو؟ وانت كل شويه راجعه بمصيبه؟ حمام شوشره خارج من السجن وعرف اني اتجوزت عليه، وحالف لا يجيب رقبتي ورقبه جوزي برقبه ازازه. شوشره؟ يا نهار مش فاهم. ده مين ده بقى ان شاء الله اللي عايز يجيب رقبتي ورقبتك برقبه ازازه؟ ده طليق الاولاني. طب وطليقك عايز مننا ايه؟ اصل ما كانش يعرف اني اتجوزت عليه. ده على اساس ايه بقى؟ انت مراتي، اي حد هيهاوب هنا يبقى مدعي عليه. يا نهار مين ده؟ ده باين شوشره. لعله زوزو، انتوا معاكوا دولار. ساعد منه ما يعرفوش. كده يا بنت يا زوزو تتجوزي على حمامه شوشره؟ وانت لعله الكلب اللي اتجوزها بايدك ما كانش العشاء ولا الغدا اللي بينا يا زميلي. كده يخونك السرقات اللي كانت بينا وبين بعضينا. شوشره عايزين نتفاهم. بص بقى يا معلم، انا اللي عملته ده لمصلحتك انت وزوزو اختي. قول لي ليه بقى؟ ليه؟ انا جوزتها لمحلل، يعني خروف كوبري. مش انت طلقتها من 3؟ خروف ومحلل، هو ايه الحكايه بالظبط؟ اقعد انت بقى يا لعل. انت مين يا انت يا؟ انا مين؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انت هتنطق يا ياد ولا اجيب رقبتك؟ انا الخروف والمحلل اللي بيتكلموا عليه دلوقتي. هو انت؟ شاهد على روحك يا. ليه بس يا عم حمام؟ ولا اقول لك اسمع عليك الاول؟ انا اقول لك على حاجه احلى، اللي اتكسر يتصلح. ما لازم تموت عشان اللي اتكسر يتصلح. زوزو دي حبيبتي انا، تمام؟ لازم ايه؟ تموت يا اما ترمي عليها اليمين وقتي. غالي وبطلب رخيص، ايدك بس اروح اطلقها واجي لك. زوزو انت طالق بال3 مرضى يا عم. كنت عايزاني اعمل ايه يعني وانا حاسس ان انا غريب في وسطكم؟ ده انتوا شكلكم كده عامل رباطيه عليا. انت ليه بتقول كده؟ لان دي الحقيقه وانا كنت عارف ان ده هيحصل من الاول. يعني ايه مش فاهمه؟ يعني مفيش قعد في بيت اهلك ده تاني. امال هنقعد فين بقى ان شاء الله؟ هنروح نعيش عند اهلي، على الاقل مش هحس ان انا غريب. بس انا بقى هحس اني غريبه. انت تمشي تبع جوزك يا ست هانم، ومطرح ما يروح تكوني معاه. يلا خش لمي شنطتك خلينا نمشي من هنا. اسفه مش همشي. انت بتكسري كلامي يا ريهام؟ لا، لما تجهز لي شقه بقى اعيش فيها لوحدي ساعتها هلم شنطه هدومي وهمشي معاك. تلوي دراعي. انا بقول لك على الصح بس ده لو انت عايز تعمله. واضح ان ارتباطنا من الاول كان غلط. مولد وسيرك وهيصة وميغة ولعب عالي في الكواليس. الكلمة صبحت لها 100 صيغة والناس يا عيني تمنها رخيص. مولد وسيرك وهيصة وميغة ولعب عالي في الكواليس. الكلمة صبحت لها 100 صيغة والناس يا عيني تمنها رخيص. قبل السما والهوى والشط الدنيا دي قانونها اتحط. من أول مشهد في الدنيا حصل للعين
الكلمة صبحت ليها 100 صيغة، والناس يا عيني تمنها رخيص، مولد وسيرك وهيصة